مرحبا، يا صباح الخيرات. جمعة مباركة إن شاء الله. شلونكم؟ أعرف طولت الغيبة هالمرة، تقريبا صار لي شهرين أو أكثر ما منزلة فيديوهات. بس مثل ما تعرفون بدت المدارس وبدت وايد شغلات، فكنت كلش مشغولة هاي الفترة. الحمد لله هسه إن شاء الله راح أبدي أنزل فيديوهات. حبيت أنزل لكم هذا الفيديو كبداية، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة إن شاء الله أحسن وأكثر. هذا الفيديو بمقتطفات بسيطة شوية حبيت أصورها لكم. أنا حبيت أصور لكم بداية الخريف. هذا الفيديو صورته كانت الأجواء كلش تجنن، أجواء الخريف كلش حلوة، والألوان تجنن مثل ما تشوفون، الأشجار كلش حلوة. إن شاء الله تعجبكم. وبديت هنا اشتريت منظم لكبسولات القهوة. فمثل ما تشوفون هنا ظالين كانوا بسلة انه بكل ساعة يعني احطهم بشي، فاشتريت لهم هذا المنظم كلش حلو، ويعني ياخذ وايد كبسولات وارتب واحسن. فهسه راح نجربه انا وياكم ان شاء الله، نخليه ونرتب بيه كبسولات القهوة. أتمنى يعجبكم الفيديو ولو هو كلش بسيط يعني وقصير. بس مثل ما قلت لكم حبيت أنزله كبداية، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة أحسن. هنا مثل ما تشوفون قاعدة أنظم عندي هاي القهوة، هات شوكولات وهاي الأشياء كلها نظميتها بيه. تقريبا ياخذ 30، يعني 30 قطعة كفة. مثل ما تشوفون صار هذا المكان يعني وايد ارتب وأحسن بهالمنظر، يعني صار منظره وايد ارتب. هنا بديت أسوي الغدا. كان الوقت شوية متأخر، فحبيت أبدي أسوي الغدا قبل لا يجون الأولاد من المدرسة. هنا جاي أسوي تشريبة. حمست الدجاجة أول شي ويا زيت، وخليت لها بصل وبتيتة وثوم ولومي بصرة وهيل شي أكيد وفلفل أسود وورق الغار، وبعدين صبيت عليها ماي وخليتها تطبخ على راحتها. والبهارات خليت الكركم وفلفل أسود مثل ما قلت لكم، وبس ما أحب أزود بهارات وايد على تشريب الدجاج. وهنا أنا بديت أسوي السلطة. عندي هاي ماكينة مصورتها لكم، أعتقد مشتريات رمضان أو هالشكل شي، اسم الفيديو نسيت، بس كلش حلوة وعملية. خصنت جزر كلش سريعة تبرش سريع، ويعني أحسن من المبراشة العادية، يعني هاي وايد أحسن. أنا هنا برشت حتى الخيار هنا تقدرون تغيرون الموس، استعملت الموس الحجم الكبير، وبرشت الخيار والجزر، وجهزت السلطة بس. وتضيفون عليها شنو انتو تحبون. أنا دائما أخلي عليها أحب زيت زيتون، ملح، ليمون، وبس فلفل أسود ساعات، يعني مو دائما. يقدرون تخلون دبس الرمان إذا تحبونها تصير شوية سويت. وبس أحصر عندنا جاهزة وكلش يعني كلش سريعة. حبيت هاي الماكينة. أتمنى تجربونها وتشوفونها يعني إذا موجودة عندكم، كلش حلوة وعملية. وبعدين خذيت لي هنا استراحة لأن كنت ما متريقة، فعندي هنا أنا مشترية الفطاير السبانغ، وخليت لي وياها عصير. مشروب غازي هذا، أنا ما أحب دائما أشرب، بس ساعات يعني أشتهي فأشربه. وفطاير السبانخ هالمرة ما عجبتني، كانت كلش حامضة. أعتقد حاطين عليها ملح الليمون خالين كلش وايد، فصايرة كلش حامضة يعني لدرجة يعني ما تنوكل. فهو المفروض يحطون يعني عصير ليمون شوي عن مود ينطيها حموضة قليلة، مو لهالدرجة يعني كانت كلش حامضة، يعني ما قدرت أكل أكثر من قطعتين. بس هنا وبديت شوية تريقت، وبعدين بعد ما عندي شي قلت خليني أسوي شوي كيكة. هنا أنا عندي كوبين طحين، خليت عليهم خشوقتين كبار بيكنج باودر،
ورشة ملح وفانيلا، وراح نخلط هاي الأشياء الجافة بحد، وبعدين أخلطها ويا السوائل. هنا راح أخلي 3 بيضات أو 4 حسب المتوفر عندكم. إذا بيضات صغار استعملوا 3 أو 4، وإذا كبار يكفون يعني بيضتين. فأنا حطيت شكر والبيض خلطته كله سوا، وبعدين خليت عليه الطحين وخلطته وصار جاهز. وبس كله استعملته بالخلاطة يعني أسرع. وهنا أنا حطيت زيت، رشيت زيت على القالب ونزلته، شويته بالفرن تقريبا نص ساعة. ومن طلعت من الفرن صبيت عليها ماي شوي ثقبتها، وبعدين صبيت عليها حليب أقصد. وهنا عندي ويبنج كريم خليت عليها، وهذا كراميل جاهز هم صبيته عليها، وبس صارت جاهزة بهالشكل. خليت عليها شوية هم شوكولات، صار طعمها كلش طيب. وبس خلصنا. مثل ما قلت لكم الفيديو كلش سريع ومقاطع كلش قصيرة، حبيت أخليها لكم. وأنا هاي بالنهاية حبيت تشوفون مرة ثانية هذا تصوير ثاني هم حبيت أصور مناظر الأشجار والخريف الحلو. هسه احنا بهذا الوقت حاليا الخريف تقريبا راح يخلص، يعني الأشجار كلها يعني الأوراق كلها تساقط تقريبا. بس هذا مثل ما قلت لكم تصوير قديم بداية الخريف، يعني قبل شهر أو شهر ونص. فإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.